خلط الثوم والليمون يصنع المعجزات، هذا ما سيحصل لجسمك ولذلك لن تتوقع نتيجته. عندما تفكر في الثوم والليمون لا يتبادر في ذهنك سوى استخدامه كتوابل في السمك أو الصلصة، لكن للثوم والليمون فوائد عجيبة، حيث أنها تعالج ارتفاع الكوليسترول الضار في الجسم وتقلل من الدهون الثلاثية المرتفعة وتقي من النوبات القلبية والسكتة الدماغية والذبحة الصدرية، إضافة إلى فوائد أخرى كثيرة. أولا، الثوم والكوليسترول. تشير مجلة التغذية في ولاية بنسلفانيا أن مكملات الثوم تساعد في علاج اضطرابات ارتفاع الكوليسترول الضار بنسبة 10%، والكوليسترول الكلي بنسبة 7% في الرجال الذين يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول. هناك أيضا نزاع حاد حول العلاقة الحقيقية بين الثوم والكوليسترول، فقد وجدت دراسة حديثة أجريت عام 2007 في جامعة ستانفورد أنه لا يمكن أن يكون للثوم تأثير على الكوليسترول. وأوضحت دراسة أخرى التي ذكرها المركز الطبي التكميلي أن المشاركين من ذوي الخبرة لم يلاحظوا أي تغير على الكوليسترول في الدم عندما تناولوا الثوم أو مكملات تتعلق بالثوم نفسه. الليمون والكوليسترول. وفقا لجمعية مرضى السكر الأمريكية أن هناك مادة تسمى الليمونين الموجودة في الليمون تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار ومستويات الكوليسترول. هذا بدوره يمكن أن يمنع أمراض القلب، مع وجود عناصر أخرى في الليمون تسهم في تقليل الكوليسترول. أيضا فيتامين ج موجود في الليمون بكميات عالية وله تأثير مضادات الأكسدة التي تحافظ من الالتصاق بجدران الشرايين. كما أن عصير الليمون يحتوي على حمض ستريك الذي يمكن أن يقلل من حصى الكلى. خلطات الثوم والليمون. المكونات: 300 جرام من الثوم، 1 كيلوغرام من الليمون، لتر ونصف اللتر من الماء. يتم تقطيع الليمون والثوم أو ضربهما في الخلاط ثم وضعهما في الماء المغلي، ويتم غليه مدة 5 دقائق على نار هادئة. اترك السائل حتى يبرد تماما وخزنه في وعاء زجاجي ثم تناوله. كيفية الاستخدام: يمكنك شرب السائل في الصباح قبل وجبة الإفطار على الريق، والجرعة اليومية التي يمكنك تناولها 50 ملي. يمكنك الاستمرار في استخدام هذا العلاج 25 يوما في البداية، استخدمه بعد ذلك 10 أيام ثم توقف عن العلاج لفاصل من الوقت ثم قم بمتابعة النتائج. أولئك الذين لا يعانون من مشاكل صحية يمكنهم استخدام هذا العلاج للصحة العامة والحفاظ عليها، ويفضل تناول هذا العلاج مرتين في العام، كل 6 شهور ومرة أخرى كل 25 يوما. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.